الخير. مطبخ أمولة معاكم. أنا هعمل النهاردة تورتة جيلي بالموز. أنا عملت العجينة اهي كده، كوبايتين دقيق وعليها كيس بيكنج باودر وخمس بيضات ضربتهم في الخلاط جامد وحتة زبدة. تمام، ضربتهم اهم، وحطيت طبعا فانيليا على البيض. دي السمنة هي عليها، الصينية هي عليها حتة زبدة. هضيفهم كده، حطها في الميكرويف تستوي، وبعدين اطلعها وراها لكم عشان اقول لكم هعمل ايه في الجيلي ده. تمام كده، حطها في الفرن وجايلكوا في ثواني. ده جيلي، جبت 3 علب، حطيتهم هنا على 6 كوبايات ميه بالظبط. يا دوبك الميه دفيت، وفضيتهم في السلطانيه هنا، وحطيت عليهم معلقتين سكر، واللي مش عايز يحط سكر براحته. طبعا قلبتهم، هستنى بقى لما يبرد خالص، وهقطع الموز ده في الصينيه. هجيب الصينيه دلوقتي اللي انا عملت فيها الكيكه، مش في صينيه اكبر ولا اصغر، وهقطعه وهعصر عليه عصرة ليمون عشان ما يسودش. هخلص الكيك وهجيبها لكم. الكيكه هي استوت وقسمتها نصين، حطيت عليها شويه جيلي كده من فوق عشان لازم تبقى طريه، ماشي زي كده، بس مش قوي عشان ما تبقاش عجينه يعني. قطعت هنا شرايح الموز وعصير الطماطم الليمون. هحط بقى جيلي هنا بالراحه كده عشان الموز ما يتحركش، عشان هجمده في الفريزر كده. هجمده في الفريزر وبعد كده ايه هقلبه على الكيك. يعني تورته الجيلي اهي بالموز. قسمت الكيك نصين، حطيته وسقيته برضو جيلي، ودي بعد ما جبدت الجيلي بالموز قلبتها على الكيك، والباقي الجيلي بقى عملته جيلي بالموز زي تورته الايس كريم بالظبط، واحلى كمان، على اساس معموله في البيت. يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. ما تنسوش لايك وشير. مأمولة كانت معاكم النهارده، باي باي.